المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم ما جاء فيها. وزارة الصحة تنظم ندوة صحية. تسليم الشرطة 3.5 مليون نقفة عثر عليها عام 2017. دعوة لضمان نقاوة المياه المعبأة. دول مشاركة في اجتماع بشأن كوريا الشمالية تتعهد بمزيد من العقوبات. الاتحاد الأوروبي ما زال منفتحا على تغيير بريطانيا لموقفها. والفلبين تغلق مزيدا من المدارس بسبب ثوران بركان جبل مايون. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقدت وزارة الصحة بقاعة مستشفى أوروتا المرجعي ندوة يوم أمس 16 من يناير قدمت فيها أوراق عمل حول مختلف المجالات الصحية. وتركزت الأوراق البحثية لدرجة الماجستير التي قدمها الطلاب أعضاء وزارة الصحة الدارسين عن بعد في جامعة داندي الاسكتلندية حول عناوين العوامل المسببة للحوادث المرورية في إريتريا والحوامل واستخدام المؤسسات الصحية وتقييم الإدارة الذاتية لمرضى السكري وتجارب الأسر الإريترية لرعاية الأطفال المصابين بالإعاقة الجسدية والذهنية والعوامل النفسية لحوادث المرور وكذلك الأسلوب المعرفي للعناية الجيدة بالأغذية في الفنادق الكبيرة بالبلاد. وأوضح المدير العام لقسم السياسات والتخطيط وتطوير القدرات البشرية في وزارة الصحة الدكتور برهان دبرو في الندوة التي حضرها وزيرة الصحة السيدة آمنة نور حسين ومسؤولة التسجيل وأبحاث التعليم العالي في جامعة داندي الدكتورة ليندا مارتينال وآخرين أن العناوين المختارة للبحوث هي مواد هامة وأساسية للصحة في البلاد وقدمت بما يناسب الخطة الخمسية لوزارة الصحة. من جانبها قدمت الدكتورة ليندا توضيحا حول الخلفية العامة لجامعة داندي مؤكدة بأن الأوراق البحثية من البرامج التي تمنح الاهتمام الكبير. أعلنت شرطة إريتريا عن تسليم المواطنين مبالغ مالية وممتلكات عثروا عليها تقدر ب3 مليون و500 ألف نقفة مما يعكس القيم السمحة للشعب. وقال مسؤول العلاقات العامة في الشرطة الرائد نر أيو تخلي في مقابلة مع إيرينا إن عدم الرغبة في ممتلكات الغير والعيش بالجهد الذاتي من ثقافة وقيم المجتمع الإريتري المميزة، مشيرا إلى أن مشاركة جميع الأعمار في هذا العمل النبيل يوضح رسوخ القيم. وأوضح عن انخفاض الجرائم والمخالفات عام 2017 بنسبة 13% مقارنة مع العام السابق، مؤكدا بأن هذا الإنجاز نتاج الخبرة التي اكتسبتها الشرطة لمكافحة الجرائم من جانب وارتقاء وعي المجتمع من جانب آخر. وأشار إلى أن ارتفاع الحوادث المرورية بنسبة 15% يستدعي مضاعفة العمل. وذكر الرائد نر أيو عن تنظيم محاضرات وسيمينارات تعبوية شارك فيها نحو 500,000 مواطن في العام الماضي وقد ساهمت كثيرا في أنشطة الشرطة. وقال مسؤول العلاقات العامة في شرطة إريتريا الرائد نر أيو تخلي إن رفع المشاركة الشعبية لمكافحة الجرائم والمخالفات والسلامة المرورية سيدفع بها هذا العام، داعيا المواطنين للتعاون كعهدهم دوما. دعا مسؤول صناعة الأغذية والمشروبات في وزارة التجارة والصناعة السيد بنيام تخليزيون دعا المؤسسات تنقية وتعبئة المياه ومنح الأولوية لصحة الشعب في أهدافها وضمان جودة منتجاتها. وقال إن مصانع تنقية وتعبئة المياه بدأت في البلاد عام 2004 وبلغت حاليا 16 مصنعا في الإقليم الأوسط و7 في الإقليم الجنوبي وواحدة في كل من أقاليم عنسبة والكشبركة وشمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر بمجموع 27 مصنعا وتقدم خدمات جيدة لتلبية متطلبات المواطنين. وردا على وجود تحفظات من قبل المواطنين بعدم نقاوة مياه
مياه بعض المياه المعبأة، أمن السيد بنيام على إمكانية وجود مثل هذه الظاهرة، منوها إلى عدم تقديم بلاغ للمكتب مصحوبا بالإثباتات بهذا الشأن، وأشار إلى القيام بجولات مراقبة عام 2012 نتج عنها اتخاذ إجراءات إغلاق 7 مصانع لنقص الجودة. وأوضح بأن عبوات التعبئة البلاستيكية أصبحت مقلقة على المستوى العالمي لتلوث البيئة، ويزداد القلق أيضا في البلاد، وسيتم اتخاذ الخطوات بالتعاون مع وزارة الأراضي والمياه والبيئة والجهات المعنية للحد من تأثيرها. وقال مساعد الأستاذ في كلية العلوم الصحية الدكتور زرقاء بروخ تسفى مريم لوكالة إيرينا إن المياه النقية المعبأة تعتبر أفضل خيار للصحة والسفر والبديل للمشروبات السكرية المعلبة، موضحا بأن الأبحاث العلمية التي أجريت عام 2013 بأخذ المياه المعبأة من السوق ل10 مصانع أثبتت بأن المحتوى الكيميائي لا يتفق مع البيانات المكتوبة في العبوة، وعثر عليها مشكلة في النقاوة. وحول ملائمة أسعارها ذكر الدكتور زرقاء بروخ أن أي مؤسسة تضع في الاعتبار أثناء وضع السعر جملة أسعار المواد المستخدمة للإنتاج وعملية العمل والطاقة البشرية زائد الربح، لذلك من الصعب تقديم رأي بشأنها، ولكن كمستهلك يعتبر السعر مبالغ فيه. ودعا الدكتور زرقاء بروخ تسفى مريم أصحاب مؤسسات تعبئة المياه لخدمة المستهلك بأمانة، كما أن على المستهلك إبلاغ الجهات المختصة مع الدليل إذا حدثت مشكلة في المياه. أشادت إدارة مديرية الدخالة بالمشاركة الشعبية الفاعلة في الأنشطة التنموية ومساعدة أسر الشهداء. وأوضحت الإدارة في التقييم الذي أجرته عن بناء حواجز مائية بسعة 3700 متر مكعب بالمشاركة الشعبية وغرس أكثر من 41,000 من الشتول ومساعدة أسر الشهداء في الزراعة وصيانة طرق ترابية بطول 38 كيلومترا تربط مختلف القرى. وقدم في الاجتماع تقارير عن المميزات والقصور في الأنشطة والبرامج المنفذة في عام 2017 لإعادة توزيع الأراضي الزراعية والأعمال الإدارية وغيرها، والدعوة لتعزيز المشاركة الشعبية والإدارية لتنفيذ برامج هذا العام. وأوضح المدير التنفيذي لإدارة مديرية الدخالة سيد تسفى برها بأن برامج هذه السنة تشمل توزيع أراضي الملكية الخاصة في أوحى وبناء سد في دعرو كونعات وفتح طرق جديدة في مدينة الدخالة وإصلاح طريق الدخالة بيت جبريل دمبام بيتش. ودعا الاجتماع لمنح الأولوية لصيانة الملعب الرياضي وبناء دورات المياه العامة وتوفير مياه الشرب الصالحة. هذا ويقطن مديرية الدخالة حوالي 98,000 نسمة في 22 ضحية. دعا سكان ضاحية بدة بمديرية الجلعلو للحصول على الدعم الآلي لصيانة مجرى وادي راجالي التحولي الذي يتسبب انهياره في دمار بالبنية التحتية الزراعية. وأكد السكان على أهمية وادي راجالي في الأنشطة الزراعية التي يقومون بها، لكن انهيار المجرى التحويلي نتيجة السيول القوية أثر سلبا على أنشطتهم الزراعية وتدني الإنتاج الزراعي. وأشار المزارعون بأن مساحة أكثر من 750 هكتارا أصبحت بورا لانهيار المجرى التحويلي، إضافة إلى مساحة 300 هكتار لم تحصل على مياه الري لانهيار القنوات، موضحين بأن إصلاح وصيانة المجرى وإنجراف التربة تتجاوز قدراتهم، مطالبين الاهتمام العاجل. وقال مدير الضاحية سيد صالح عمر إن الدمار الذي لحق بالمجرى التحويلي لا يمكن إصلاحه بالطاقة البشرية، داعيا لإجراء صيانة عامة. وتوجد مساحة أكثر من 3,000 هكتار من الأراضي الزراعية في ضاحية بدة. مشاهدينا الكرام، من الأنباء المحلية إلى الأنباء العالمية بعد هذا الفاصل. أفادت الولايات المتحدة وكندا في بيان مشترك بأن اجتماعا ضم 20 دولة بشأن كوريا الشمالية اتفق على دراسة فرض عقوبات أحادية على بيونغ يانغ خلافا للواردة في قرارات مجلس الأمن. وذكر البيان أن الاجتماع الذي بحث برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية وافق كذلك على دعم الحوار بين الكوريتين أملا في أن يفضي إلى تهدئة مستمرة للتوترات.
واستضافت الولايات المتحدة وكندا الاجتماع الذي استمر يوما واحدا في فانكوفر لبحث سبل إجبار كوريا الشمالية على التخلي عن أسلحتها النووية. ويرفض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون التخلي عن تطوير صواريخ نووية قادرة على ضرب الولايات المتحدة على الرغم من عقوبات الأمم المتحدة التي تزداد شدة، مما أثار مخاوف من نشوب حرب جديدة في شبه الجزيرة الكورية. كما عبر اجتماع فانكوفر عن الالتزام بضمان تطبيق العقوبات المفروضة بالفعل تطبيقا كاملا. انضم زعماء مؤسسة الاتحاد الأوروبي إلى نقاش بريطاني جديد بشأن إجراء استفتاء ثان بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلين إنهم يرحبون ببقاء البريطانيين في الاتحاد الأوروبي. واستغل رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الفرصة لدعم أصحاب دعوات إعادة التفكير، وذلك خلال قيامه بعرض معلومات أمام البرلمان الأوروبي حول قمة ترأسها الشهر الماضي اتفق خلالها زعماء الاتحاد على بدء محادثات مع لندن بشأن مستقبل ما بعد الانفصال. وينقسم محامون دستوريون بشأن ما إذا كانت بريطانيا قادرة على سحب إخطارها البالغ عامين للانسحاب من الاتحاد، لكن تبادل الآراء يبرز وجهة نظر في بروكسل بأنه يمكن التوصل إلى توافق سياسي في الاتحاد الأوروبي لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد، حتى مع تقبل غالبية الاتحاد في الوقت الحالي لمغادرة بريطانيا واعتقادهم بأن الاتحاد سيصمد في وجه الاضطرابات. وكرر متحدث باسم ماي عزمها المضي قدما في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي على الرغم من شنها حملة ضد الانفصال في 2016. قال علماء في مجال البراكين إن أنشط بركان في الفلبين أطلق حمما تساقطت على المنحدرات ورمادا وصل إلى بلدات مجاورة، مما دفع السلطات الإقليمية لإغلاق المزيد من المدارس. وسجل معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل 9 هزات أرضية، 4 منها صاحبت خروج الحمم البركانية في ظل تراكم الضغط الذي أدى إلى تدفق الحمم والرماد. وجدد المعهد تحذيره من احتمال ثوران البركان بدرجة خطيرة في أي وقت. وتسبب بركان جبل مايون في منطقة بيكولا الوسطى المنتجة لجوز الهند ارتباكا متزايدا منذ يوم السبت الماضي، ودفع الآلاف من السكان للنزوح من منازلهم. وقال المعهد أن الحمم تجاوزت منطقة محظورة نصف قطرها 6 كيلومترات، مما دفع السكان للفرار، ويحتمل وقوع ثوران خطير في خلال أسابيع وربما أيام. تسببت مئات الدجاجات في تعطيل حركة المرور على أحد الطرق السريعة جنوب أستراليا بعد انقلاب الشاحنة التي كانت تحملهم. وقالت تقارير وسائل الإعلام المحلية إن الشاحنة التي كانت تحمل الدجاج انحرفت إلى جانب الطريق، مما تسبب في كسر الحاويات التي كانت توجد بها الطيور ونفوق أعداد منها وإصابة عدد آخر. وتجمع أعضاء في جماعات الدفاع عن حقوق الحيوان في محاولة لإنقاذ الطيور المصابة، لكن الشركة منعتهم من أخذ الطيور. وأظهرت لقطات أعضاء تلك الجماعات وهي تحاول الفرور بالطيور بعيدا عن قبضة الشرطة. وقالت الشرطة إن سائق الشاحنة أصيب بكسر في ذراعه ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أنها ستبدأ تحقيقا لمعرفة سبب الحادث. أيضا فاصل أخير مشاهدينا الكرام ونعود مع النبأ الرياضي الأخير، فابقوا معنا. قرر نجم كرة القدم البرازيلي رونالدينيو اعتزال كرة القدم رسميا، خاصة أنه لم يشارك في أي مباراة منذ 2015. وحقق رونالدينيو 37 عاما إنجازات وبطولات كبيرة خلال مشواره، منها الفوز بكأس العالم 2002 مع البرازيل ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة الإسباني في 2006، كما فاز بالكرة الذهبية كأحسن لاعب في أوروبا عام 2005 ولقب أفضل لاعب في العالم. وأكد شقيقه ووكيل أعماله روبرتو
فرانسيسكو أسيس أنبأ اعتزاله رسميا، وأعلن عن مجموعة من الفعاليات الاحتفالية لتكريم النجم البرازيلي الكبير. وبدأ رونالدينيو مسيرته الكروية مع فريق جيرميو البرازيلي، ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في 2001، وحفلت مسيرته بإنجازات كبيرة خلال 5 سنوات مع برشلونة، ثم انتقل إلى ميلان الإيطالي وحقق معه بطولة الدوري. وانتقل نجم البرازيل إلى نادي فلامينغو البرازيلي، ولعب أيضا لأندية أتلتيكو مينيرو ثم كوريتارو في المكسيك، ومن ثم إلى فلومينسيسي البرازيلي. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.